التوتر وعلى ذكر العقل نأتي للعقيلات وهم تجار الإبل في ذلك الحين، وعراقة هذه المدينة في هذه الأجواء الرائعة والجميلة. كانت زمان تمر القوافل من هنا، والقوافل الكبيرة كانوا يستأجرون حماة عن قطع الطريق، ولكن واحد يحمي نفسه بنفسه، ما عاد تجيب فيها حماة. الدنيا بأمان الآن الحمد لله، والأمان والنزاهة حاضرة. وهنا لاعبي الفريقين ينزلون على أرضية الملعب، وستكون المباراة متزامنة مشاهدينا الكرام متابعين في كل مكان مع النصر والقادسية التي تقام بالرياض. هناك عمر المهنا رئيس لجنة الحكام، وهنا إبراهيم العمر نائب رئيس لجنة الحكام. أي اهتمام تحكيمي بالغ 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 جدا في مباراة اليوم. خليل جلال لن يصفر حتى يتلقى الإشارة، وراح تربطكم الرياضية السعودية بصورتين مباشرتين من الملعبين كي تعيش الحدث. القادسية هناك يريد البقاء بفوزه وبخدمة من الرائد، وهنا التعاون يريد البقاء بخدمة نفسه وإن لم تسمح الظروف. هنا شايفين الاثنين جالسة اليوم الرياض والإقطار الرياض عبد الرحمن والتليفون ما بين إبراهيم العمر. طيب وتعريف سريع مشاهد. خلاص هذا خلاص يجري قرعة الحين. 25 مباراة قرعة بين الفريقين خلاص. بعد ما فاز في 4 انتم جاهزين؟ معك. والسالفة الموبايل، والليلة ليلة موبايلات وليلة انترنت. اعطيك اشارة. لا انا اعطيك بعدين بعد وخبرة الصور على تويتر وفيسبوك عبد العزيز. ونعيش معها. لكن خليك مهند يا ابو عبد العزيز، هذه اتصل على المهند. سمعك اسمعك. معك مراسل دقيقة. مراسل بمعنى الخير. شوف الخير وين مدخل. نشبه لا شبه نشبه. اسمع كل شيء. ابو عبد العزيز سمعك معك. ايه جاهزين. ايه يلا ابدا يلا. لا عد ايوه يلا. إذا هنا تأتي الإشارة ببداية المباراة كي تكون متزامنة بمبدأ تكافؤ الفرص واللعب في نفس التوقيت. بسم الله وعلى بركة الله انطلقت قمة بريدة ما بين قهوة القصيم وسكر القصيم، والليلة إن شاء الله ليلة من الليالي اللي تكند متعتها وإثارتها، وخطأ أول لمصلحة فريق نادي التعاون في اللقطة الماضية. هنا عمار السويح هذا المدرب الذي نجح نجاحا كاملا في فترة سابقة مع الاتفاق والطائي، وهذا المدرب الذي يوصف بالمدرب الميداني، أي من المدربين اللي ما يعتمدون على العمل النظري، ينزل لأرضية الملعب يوجه لاعبيه ويوجهون بمراكزهم، وبالتالي هو من المدربين العرب الأكفأ. كرة أمامية بتصل لحارس المرمى الحارس محمد خوجلي، لا حارس التعاون فهد الثنيان اللي بيسيطر على الكرة الماضية. سكر القصيم على يسار السادة المشاهدين، وقهوة هذه المدينة بقمصانها الحمراء في الجهة اليمنى. كرة اللعب عالية وأمامية تصل أقرب لدفاع نادي الرائد اللي بيحضر على الكرة ومتعدين خارج الملعب. أعطيكم الاحتمالات. خسارة القادسية في لقاء النصر خلاص تبقي التعاون في دوري المحترفين. تعادل القادسية وخسارة التعاون تجعلهم بنفس الرصيد برصيد 18 نقطة 19 نقطة، وبالتالي مباراتين فاصلتين أي بنظام الذهاب والإياب.
فوز التعاون يلغي الحسابات تماما ويهبط فريق نادي القادسية للمرة الرابعة في تاريخه. كرة اللعب رابع موسم للتعاون بين الكبار، بينما الموسم رقم 12 للرائد بين الكبار. الكرة بتعدي لخارج الملعب. رمي تماس عدت. قلنا نظام اللائحة السعودية على فكرة راح أفصلها لكم بالنسبة لمسابقات الدوري. كرة للتعاون في مكان سليم يتقدم، لكن التغطية موجودة بتعود لحارس المرمى خوجل اللي بيلعبها عالية وأمامية. الكرة في منتصف الملعب بتعود مرة ثانية. خطأ هناك يحتسب لمصلحة فريق نادي التعاون. الدوري السعودي في تصنيفه وفي لائحته 3 فقرات رئيسية بالنسبة لجدول الترتيب. على البطولة المواجهات المباشرة في حالة التعادل بالنقاط، تحديد المراكز حتى ما قبل الهبوط، يعني من الثاني اسحب الين قبل الهبوط الى المركز الثاني عشر يكون بفارق الاهداف في حال طبعا التعادل بالنقاط. اما بالنسبه للهبوط في حاله التعادل بالنقاط لا اهداف ولا مواجهات، مباشره يذهبون لمباراه فاصله. كره التعاون للسكري، هجمه حلوه، التقدم لا خطر امام المرمى، الكره الى ضربه ركنيه. ياسين البخيت اللاعب الاردني القادم من نادي اليرموك ابن 24 عاما في اللقطه الماضيه توغل بشكل ممتاز، لكن الكعبي الظهير الايمن بيخلصها الى ضربه ركنيه. الجمهور ما زال يزداد، واول ضربه ركنيه لمصلحه التعاون الذي يفتقد لاعبين من اهم اللاعبين بالنسبه للتعاون. كره ملعوبه عرضيه خطره امام المرمى، المحاوله قائمه لكنها بتخلص من يحيى المسلم، بتعود في منتصف الملعب، تلعب الكره تصل اقرب باتجاه احمد الخير لكنها للتعاون. التعاون اللي بيندفع للامام مع الدقائق الاولى هو الاكثر احتياجا. كره اللعب اماميه في مكان سليم، كره بتتسدد. الكره الماضيه كره احمد الحربي عدت يا حربي في مباراه حربيه للغايه، في مباراه منتظره للغايه في هذا المساء. هذه كره طبعا الحربي، المحاوله السابقه اللي تاتيكم الان بتتسدد عاليه والى خارج الملعب. ضربه مرمى هذا الحربي، وهذه المحاوله وهو من اللاعبين الجديد التسديد، ولطالما استمتعنا في المواسم الماضيه الحقيقه باهدافه خصوصا في الفرق الكبيره. كره اللعب تصل الان لنادي الرائد وتحديدا بقدم عبده حكم بيلعبها، لكن تخلص التعاون اماميه. طبعا نملي مستبعد من قائمه التعاون بقرار فني من قبل السيد الدكتور خالد كمال، بينما هنا لياندرو مارتينيز بيحاول يتقدم، المحاوله لا زالت والكره الى ضربه ركنيه لمصلحه الرائد. ضربه ركنيه للرائد. على يمين حارس مرمى التعاون. نتابع ونشاهد كرة ملعوبة عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، لكنها تتخلص وبتعود الكرة في منتصف الملعب لنادي التعاون أمامية. هذه باتجاه بخيت الذي يبحث عن البخت والحظ في هذا المساء، والكرة بتعدي إلى خارج الملعب. رمي التماس التسليم ولا كلام إلا عن الديربي وكلام الرايداوية بأنهم راح يجعلون التعاون يهبط مثل ما حدث لهم في عام 1426 حيث كان الهبوط للدرجة الثانية آنذاك، اللي تسبب هبوطه بعد التعادل بدون أهداف. لكن الرائد بعد ذلك فاز ببطولة دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى وتأهل الممتاز، وهو صامد الآن للسنة الخامسة على التوالي. يعني الضربة اللي ما تكسرك تقويك، هكذا قالها أحد المناظرين والرجال العرب عمر المختار رحمه الله. كرة اللعب الآن لمصلحة الرائد في منتصف الملعب. عصام الراقي يحتفظ بها لاعب نادي الوحدة السابق المغربي، تخلصت من أمامه. عادة التعاون في منتصف الملعب، الكرة أمامية في مكان سليم، كرة لمنصور أمامية للبخيت. البخيت بيحاول، الكرة تتخلص من أمامه من قبل اللاعب عبد السلام عامر اللاعب العماني الذي انتقل ضمن الانتدابات الشتوية، وهو لاعب نادي العروبة العماني السابق. الرجل مولع
كرة اللعب بتعود الآن، تسديدة من بعيد تصل لخوجلي سهلة تماما، سهلة تماما لخوجلي كابتن وقائد الفريق. الآن الكرة اللعب على الطرف الأيسر لإبراهيم مدخلي لاعب النصر، لاعب الفيصلي، لاعب الرائد. الآن الكرة ملعوبة في منتصف الملعب وتحديدا بقدم الخير أمامية من الكعبي، لكن بتتخلص المدافع يبدو ذياب مجرشي، وخطأ يحتسب لمصلحة التعاون. الخطأ كان لمصلحة محمد أمان. كرة ملعوبة أمامية فيها اندفاع، لكن الكعبي بيحضر ويعيد ليحيى المسلم اللي بيلعبها الكرة حايرة داخل منطقة الجزاء، بتبعد من مدخلي، بتعود لمارتينيز في منتصف الملعب، يحاول يتقدم، كرة تخلص من أمامه، بتعود مرة ثانية في منتصف الملعب، كرة أمامية، هدف راح يشعل القمة، راح يفجرها إن كان تعاوني أو ريداوي، راح تنفجر المباراة في أي لحظة، وراح نكون معكم أول بأول بالنسبة لنتيجة مباراة النصر والقادسية. وأتحدث أن النصر ممكن يلعب بالصف الثاني، ترى حق مشروع إذا يلعب بالصف الثاني، كل فريق ينظر إلى مصلحته، لكن حسب تشكيلة النصر اللي وصلت إلى المباراة فهي بالتشكيلة تقريبا الأساسية أمام القادسية. وكرة اللعب الآن أمامية، الكرة الآن لمصلحة فريق نادي الرائد في منتصف الملعب، خذها بصدره بشكل سليم اللي هو عبده حكمي ومشاها على الطرف الأيمن، الكرة للخير، بتعود مرة ثانية للرويلي، وآخر مباراة قبل الانتقال للشباب، المحاولة قائمة للكعبي. الآن الكعبي بيجرب يسدد تسديدة ضعيفة تصل لحارس المرمى فهد الثنيان. هذا الكعبي شباب يسابق ومنتقل للرائد، والكرة أمامية الآن خلف الدفاع لكنها أقرب لخوجه. 5 مواجهات سابقة جمعتهم في الصفوة، بينما هنا المدرب والسيد عمار السوية اللي بدأ عمله في دوري الدرجة الرابعة مع فريق اسمه وادي الليل. كرة من حربي أمامية، تغطية موجودة والمحاولة قائمة إلى ضربة ركنية لنادي التعاون. ضربة، شوف منظر الجمهور هذا غريب. لما تقول ديربي شوف المدرج، لما تشوف الملعب بهذه الطريقة وبهذا الحضور وبهذا التفاعل قول عنها ديربي. ضربة ركنية لصالح التعاون، عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة قائمة بتتخلص، بتعود لي على ريشاني ممتازة للتعاون، ولكن تصرف ما كان بالمستوى السليم للاعب علي العلياني يلعب لأول مرة. بتعود مرة ثانية في منتصف الملعب، السيطرة من قبل أديبة ألونجا، لا الكندول لاعب نجران السابق واللي في تصريح سابق قال لن ألعب في السعودية لغير نجران إلا إذا أتت لي عروض من أوروبا، لا هو يلعب في السعودية الآن مع نادي الرائد. كرة بتعود مرة ثانية، ملعوبة للرويلي بيمشيها أمامية، استخلاص الكرة، الكعبي بيعيدها للرائد، الراقي بينقلها أقصى الجهة اليسرى، ممتازة الكرة لياندرو مارتينيز مرازيلي بيحاول، كرة بتلعب عرضية أمام المرمى، لكن تغطية في اللحظة الأخيرة من مدافعي نادي التعاون، الكرة بتعدي إلى خارج الملعب، رمي التماس، إعادة في تنفيذ رمية التماس، لأن هناك كرة أخرى على أرضية الملعب. أتمنى لطاقم التحكيم إن شاء الله التوفيق في مباراة اليوم، بينما هنا القائد الثنيان ليلة الله أعلم كيف راح تكون، إما هبوط وحزن وإما فرحة البقاء. مدخلي يحاول يلعبها عرضية، تصل كرة سهلة تماما لفائد الثنيان حارس مرمى نادي التعاون. دقائق العشر الأولى تمضي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تعادل مستمر بين الفريقين حتى الآن، ولكن حتى الآن لم يحسب أمر موضوع مباراة هجر والاتحاد المعلقة بسبب سوء أرضية الملعب في مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الإحساء. كرة
اللعب عالية وأمامية باتجاه علي العلياني. أول ظهور له، الكرة لخارج الملعب، رمية أو ضربة مرمى. هذا علي العلياني أو زميلنا المذيع في الروتانا والبرنامج الشهير له. لا، هذا ينتظر برنامج الليلة على الهواء مباشرة أيضا، ولكن برنامج البقاء بالنسبة لنادي التعاون. كرة اللعب، لكن أعتقد أنها مجازفة كبيرة من قبل السيد الدكتور خالد كمال مدرب فريق نادي التعاون بإقصاء ميملي، رغم أن الحاجة أعتقد أن تجعل الفريق يعني يبقي على هذا اللاعب، لكن يبدو أن هناك أمور داخلية تم التكتم عليها بالنسبة لنادي التعاون. يعني أنك تبقي يعني لاعب هداف وهداف الفريق ب4 أهداف مع منصور النجعي وصلاح الدين عقيل اللي أيضا موجود في دكة البدلاء. لكن قال السراح قبل المباراة انها امور فنية، ويبقى القرار اولا واخيرا لمدرب الفريق الدكتور خالد اللي هو كان على فكرة مدرب قطاع الناشئين في نادي التعاون. كرة ملعوبة، يحاول النجعي لكن تخلص من امامه، الكعبي ياخذها في كرة مرتدة لنادي الرائد الان في منتصف الملعب لعبد المجيد الرويلي، عالية وامامية، الكرة في مكان خطير، المحاولة قائمة وبلنتي للراعد في اللقطة الماضية يشير إليها خليل جلال، والقمة تشتعل وياسين حمزة يتعرض للإصابة. وهذه الكرة التي احتسبت فيها ضربة الجزاء لنادي الرائد. بيني وبينكم الاثنين ضربوا في بعض، لكن ممكن حكم مباراة احتسب ان فيها تهور ودخول خشن. وعلى فكرة التلامس حدث، وخليل جلال كانت زاوية الرؤية بالنسبة له واضحة، والرائد الآن يتحصل على ركلة جزاء. ولعت بلنتي الآن للرائد، ولا زال اللاعب ياسين حمزة يتلقى العلاج. سلامات بإذن الله تعالى، مشافى معافى. عطنا يا عبد الله مشبب ويا القحطاني، يعطونا نتيجة النصر والقادسية أول بأول كي نربط المشاهد الكريم بما يحدث هناك ويحدث هنا. الرويلي في مباراة الوداع يودع الرائد، وقد يجعل أيضا التعاون يودع. إذا لقطة الوداع لعبد المجيد الرويلي لفريقه وللتعاون أيضا. عبد المجيد عبد الله، نشوف شوتك حلوة، صوتك حلو، راح نتابع ونشوف. عبد المجيد عبد الله الرويلي في لقطة وفي وصلة من وصلات هذه المباراة. الرويلي يتقدم، بيلعبها في المرمى، الثريان شالها وخلصها وابعدها عن مرمى التعاون وسكر القصيم. حلو في اللقطة الماضية. هنا فرحة الجماهير في لقطة مثيرة للغاية. هذا فهد الثريان ولا يوسف ثريان يا الربع؟ يوسف كان أحد أساطير كرة القدم في الملعب، والآن فهد الثريان يمكن للمرة الثالثة هذا الموسم يتصدى لركلة جزاء ويبعدها ويبقي التعاون في الملعب. وفرحة تعاونية كبيرة. عطنا يا مخرجنا يا محمد مريبر، عطنا مدرجات التعاون، راح نشوف فرحة كبيرة. لكن الثنيان ينقذ التعاون من ركلة جزاء كانت ممكن أن تتلاعب بالحسابات وبالظروف. والآن كرة للرائد عالية وعرضية داخل منطقة جزاء. الرويلي في لقطة الوداع أهدر ركلة جزاء، بينما منصور النجعي الآن يسيطر عليه لاعب الاتفاق السابق، يتقدم في منتصف الملعب. الكرة للعلياني، خدمها بالمرمى، والكرة للتعاون في اللقطة الماضية. وقاد علي، استقبالك حلو يا علي، لكن التسديد ما كان حلو. العلياني اللي يراهن عليه الدكتور خالد كمال كان ممكن ان يفعل شيء للتعاون في اللقطه الماضيه. الكره بتعود في منتصف المثيره. المباراه حلوه، المباراه ديربي. يا سلام يا علياني، بيحاول لكن تخلص من امامه، بتعود حربي بيمار، حربي بيحصل على خطا يبحث عنه الحربي، خطا لنادي التعاون. الحربي لمرمى الكعبي، حربي الكعب، ومين كعبة أعلى عن الثاني في موقع قد تعتبر حربية كروية.
إنجاز التعبير. الخوجلي يضرب 4 لاعبين في حائط الصد، لكن الحربي لو سددها في أفضل حالاتها ممكن تكون خطرة على مرمى فريق نادي الرائد. خطأ الآن، خطأ الحربي بيلعبها قوية بتصل بحائط الصد وتعود مرة ثانية للبخيت. الكرة في منتصف الملعب أمامية تتخلص من عبد المجيد الرويلي اللي بيلعبها على الطرف الأيمن مدخلي بيلعبها، كرة بتخلص من أمامه بتعود تغطية موجودة من الكعبي لكن ابعاد غير سليم من لاعبة الرائد. الكرة بتعود للتعاون الآن عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء، ابعاد من قبل مدافعي التعاون ما زالوا ولاعبي الرائد يبعدونها بطريقة تبقي الكرة في ملعبهم، لكن الكرة بتعود الآن لألونجا في بالونجا. الكرة ملعوبة في مكان سليم للياندرو الخطير والمتسبب بضربة الجزاء. كرة بتلعب خطرة أمام المرمى ولكن بيخلصها دياب مجرشي. دياب مجرشي ينقذ الموقف. المباراة تنذر بهدف في أي لحظة في أي ثانية. حلوة إثارتها الخير عالية وعرضية داخل منطقة الجزاء. محاولة قائمة الكعبي براسه عالية وعرضية للروالي بيحاول لياندرو لعب مجيد. الكرة لا زالت قائمة بتعود لياندرو والكرة إلى خارج الملعب يشير إليها حكم المباراة على وجود ضربة ركنية لمصلحة الرائد. 18 دقيقة تحبس الأنفاس في ديربي القصيم، في ديربي بريدة بين سكريها وقهوتها، لكن حتى الآن تكند الراس وتعدل مزاج المباراة. كرة اللعب عالية وعرضية بتعود مرة ثانية لمصلحة فريق نادي الرائد. عبد المجيد الرويلي بيحاول بيعيدها لياندرو. عرضية فيها فلسفة يعني مع نفسك نقدر نقول لياندرو دا سيلفا. يعني قد السعوديين فيها هياط شوي، فيها فلسفة شوي، لكن الكرة بتعدي لخارج الملعب. قربت مرة ونحن نقترب مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. مدرجات جميلة جدا وجمهور ما زال يتوافد يا السويح. كرة اللعب عالية أمامية، العلياني بيحاول والتغطية موجودة، حاول يخطف لكن يحيى المسلم ثاني هدافي فريق نادي الرائد وهو مدافع ب4 أهداف. كرة خلاص لكن بتعود عصام الراقي اللي بيسقط على أرضية الملعب. مصاب سلامات بإذن الله. يبدو أن النصر والتعاون ما زالوا متعادلين بدون أهداف. شايف هذه الكرة اللي يصيب فيها عصام الراقي. أجواء جميلة جدا. ما زالت الجماهير تشجع ما زال عصام الراقي على أرضية الملعب، لكن فهد الثريان صاحب الكلمة الأقوى حتى الآن يا دكتور خالد الذي يغامر في مباراة ما أعتقد أنها تحتمل المغامرة، ولكن إن نجح سيكون نجاحه كبير. هذا الثنيان اللي يعرفه أنا أغلبهم يعني من عائلة الثنيان هم القصيم، يعني قصمان والقصيمي هنا يتصدى للقطة لعبد المجيد الرويلي في اللقطة الماضية وبالتالي ينقذ فريقه من هدف كاد أن يجعل الحسابات معقدة. كان يعني تصدي فيه شيء جميل، وتصدى لأكثر من ركلة جزاء هذا الموسم، لكن هذا عبد المجيد. كرة اللعب عالية وأمامية في منتصف الملعب لنادي التعاون. حربي أمامية، المحاولة قائمة في مكان سليم للبخيت الأردني يحاول، لا زال يحتفظ بالكرة بيعيدها بالخلف. الكرة لعلى ريشاني عالية وعرضية،
والمحاولة قائمة، لكن يحيى المسلم بيخلص والكرة في منتصف الملعب، وتنقل سلس وجميل للهجمة المرتدة بالنسبة لنادي الرائد. الكرة للياندرو مارتينيز البرازيلي بيلعبها لمدخلي في منتصف الملعب مع عبد المجيد، لكن راح يفتح اللعب للكعبي على الطرف الايمن بالنسبة لنادي الرائد. بتعود لمدخلي مرة ثانية، ابراهيم مدخلي تعود له، الراقي بينقلها على الجهة اليسرى باتجاه هذا ابراهيم مدخلي. كرة محاولة قائمة، بتعود مرة ثانية، عدت من عبد الحكيمي مرتدة لنادي التعاون. العلياني بيلعبها لبخيت في منتصف الملعب لنادي التعاون لمبيدة إلى الحربي، أحد الأسلحة المهمة جدا بالنسبة لنادي التعاون. هذه الكرة عالية وأمامية بتعدي إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. ياسين بمدنها المختلفة، بريدة وعنيزة والرص والمذنب والبكيرية والبدايع، يعني مواقع كثيرة ومواقع شهيرة، ومن المدن الجميلة اللي فيها الطبيعة الجميلة. وهذا ديربيها، كرة بتلعب عالية وأمامية من على رشاني باتجاه علي العلياني. الكرة بتخلص إلى خارج الملعب، رمية تماس نصف شوط المباراة الأول يمضي مشاهدينا متابعينا في كل مكان. التعادل مستمر، وأبرز حدث في الدقائق الماضية هو تصدي فهد الثنيان لركلة الجزاء في لاعب يجهز الآن من قبل نادي الرائد للمشاركة. يبدو بلغ مكان الراقي اللي ممكن تعرف الإصابة. نعم، مكان عصام الراقي. التبديل راح يتم الآن. هذا عصام يترك أرضية الملعب، وأحمد الحضرمي لاعب نادي النصر السابق أيضا يشارك الآن. رمي تماس عالية عرضية، الكرة داخل منطقة الجزاء تصل لحارس المرمى محمد خوجلي اللي بيسيطر عليها. كرة ملعوبة عالية وأمامية في منتصف الملعب لمديبة أو مبيدة لاعب افريقيا الوسطى. كرة أمامية لعلي علياني بيحاول يمر، خلص من أمامه، بتعود لنادي التعاون في منتصف الملعب للحربي، بتعود له مرة ثانية الحربي لمبيدة أمامية. الكرة بتصل سالة تماما لحارس المرمى الخوجلي. هذا العضلة الخلفية، لا الأمامية، العضلة الأمامية لعصام الراقي، لكن بحركة عملها على إثر تعرض للإصابة. والكرة ملعوبة أمامية باتجاه علي، لكن بياخذها مرة ثانية، وخطأ لمصلحة علي العلياني وضد المدافع عبد السلام عامر المدافع العماني. شايف هنا الخطأ لمصلحة علي العلياني. خطأ للتعاون. ياسين لبخيت الأردني ابن 24 عاما ولاعب اليرموك هو اللي راح ينفذ الخطأ لنادي التعاون في آخر 20 دقيقة على الشوط الأول. شايف المدرج الأمامي بدأ يمتلئ والمنصة ممتلئة قبل ساعتين من المباراة. الكرة ملعوبة عرضية لكنها بتتخلص من عبد الحكيمي. بتعود الكرة في منتصف الملعب، نقل الكرة لعبد المجيد الرويلي مرتدة لنادي الرائد في مكان سليم. الرائد الكرة ملعوبة من عبد المجيد ممتازة، ولكن بيسيطر عليها حارس المرمى فهد الثنيان، سيطر عليها الثنيان. كرة ملعوبة محمد أمان إلى الحربي بيسقط، لا وجود لخطأ. كرة ملعوبة لألونجا بيحاول يمر لكن تخلص من أمامه. عالية أمامية من ياسين حمزة، تغطية موجودة. أحمد الخير خطأ ضده في اللقطة الماضية وضربة حرة غير مباشر على أحمد الخير. خطأ لمصلحة نادي التعاون ولمصلحة منصور النجعي. خطأ الآن لمصلحة نادي التعاون. كرة
بصعوبة عالية وأمامية، تغطية موجودة بشكل ممتاز، وبتعود واضح الأخطاء ضد الرائد 7 وضد التعاون خطأين، لكن خطأين ضد التعاون في ركلة جزاء، وبالتالي لا يهم عدد الأخطاء بقدر ما تكون كيفية احتساب الأخطاء وحسن تصرف المدافعين بالذات. عمار يتابع، وهو الذي درب حمام الأمن في الدرجة الممتازة في تونس، ومدرب له تاريخ كبير، وكان مع تونس في مونديال 2002. كرة بتلعب عالية وأمامية، ممتاز الإبعاد من قبل مدافع نادي التعاون في اللقطة الماضية ذهاب نجرشي، لكن الكرة بتعود الآن لمبيدة للبخيت، البخيت بيحاول يمر، الكرة بتطول إلى خارج الملعب الآن. ضربة مرمى، هذا ياسين البخيت. يبدو النصر والتعاون ما زالوا متعادلين. كرة أخرى على أرضية الملعب، ضربة مرمى الآن لنادي الرائد. بدأت تدخل مباراة الآن بعد لحظات ودقائق الإثارة والندية، بدأت تدخل إلى حيز الحذر والقلق في أرضية الملعب، وبدأ الفريقين يلعبون بدون اندفاع قوي. كرة متعدلة خارج الملعب، رمي تماس لصالح التعاون. لياندرو دا سيلفا حكم المباراة اللي يريد أن يكون حازم، وهو يملك خبرة دولية كبيرة. السيد خليل جلال حكم المباراة يقول له تهدأ وما تلعب مثل هذه اللقطات، لأنه يمكن أشير لك البطاقة في أي لحظة، وبيني وبينكم المباراة لا تحتاج إلى نرفزة إطلاقا. نبيل بيحاول، الخير بيخلص، مدخلي بيلعبها، لكن تغطية موجودة من سعود الخيبة. نقل الكرة الآن للبخيت، يلعبها أمامية، لكن الكرة بتتخلص، بتعود لنادي الرائد. نقل الكرة أمامية من قبل المدافع عبد السلام عامر، بتعود له مرة ثانية عبد السلام، يلعبها لكن بشكل غير سليم. الكرة اللي هي نادي التعاون عادت للرائد، أمامية من عبدو حكمي، تغطية موجودة للاعبين نادي التعاون، وتحديدا بقدم علاء ريشاني المتراجع، واللي بيخلصها لكن بشكل غير سليم، لكن بحسن حظه بتعدي لخارج الملعب. يا ضربة مرمى. من يهبط في هذا المساء؟ من هو الهابط في هذا المساء؟ تبقى أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن أندية الممتاز لما فاز التعاون ب5 أهداف مقابل هدف واحد. أحمد سكاكر هدفين، وموسى السحاب وأحمد الحداد وحماد الحماد. كانت نتيجة كبيرة وهي الأكبر في تاريخ مواجهاتهم الخمس اللي أقيمت بينهم في مصاف الممتاز أو المحترف. عبد المجيد الرويلي يحاول، عبد المجيد بتعود الكرة الآن لعبد حكم، الكعبي أمامية، ديبا بيحاول، بتعود لعبد المجيد، لما بشكل ممتاز، ممكن تكون خطرة، تقدم عبد المجيد والمحاولة تتخلص وبتعود، وهناك خطأ يشير إليه حكم المباراة لمصلحة نادي التعاون في اللقطة الماضية. التعاون الموسم الرابع له، هبط مرتين، ولأول مرة يبقى موسمين متتاليين، ويريد البقاء للموسم الثالث على التوالي. الحسبة بينه وبين القادسية، اللي سبق أيضا القادسية أن هبط 3 مرات لدوري درجة الأولى. القادسية هبط في موسم 96 97، وهو من الأندية المؤسسة لأول دوري عام 77. هبط أيضا في عام 2002، وهبط في عام 2008، واليوم يلعب النصر والقادسية بذكريات أول مباراة في الدوري السعودي في موسم 76 77 لما فاز القادسية بهدفين مقابل لا شيء. الرايلي محمد عيد الرايلي سجل هدفين في تلك المباراة. إذا الحسبة بين القادسية والتعاون على الهبوط بعد ما هبط نادي الأنصار رسميا من أسابيع عدة. هذا المدرب الذي يأتي كمرحلة فنية خامسة بالنسبة لنادي التعاون، اللي بدأ مع الدكتور فلورين موتروك
ثم الروماني غريغوري مباراة واحدة، ثم ستريشكو 3 مباريات فقط، ثم عاد غريغوري وأوكيل بعد الخماسية النصراوية. والآن هذا المدرب السيد الدكتور كمال خالد وبطاقة صفراء ستظهر الآن نتيجة تدخل قوي مع عبد المجيد الرويلي. هذا عبد المجيد التدخل القوي ضده في اللقطة الماضية، كان فيه تهور من قبل محمد أمان اللي يتلقى البطاقة الصفراء. تدخل قوي جدا في اللقطة الماضية وقرار سليم. مباراة جدار تحكيمية اعتقد بشكل ممتاز حتى الآن من قبل السيد خليل جلال، ونتمنى للتحكيم التوفيق. الكرة ملعوبة، الكرة بتعود مرة ثانية، الحربي بيخلصها. في شيء في المدرجات، في شيء في المدرجات يبدو مرتبط بنتيجة النصر والقادسية. وافونا الربع بوأ بالنتيجة أول بأول. رويلي بيلعبها على الأرضية أمام المرمى، مرت ديبا ألونجا، محاولة بتمر، المحاولة بتمر بجوار القائم في غاية الخطورة، أعتقد فيها تسلل اللقطة الماضية. ونعم المساعد الثاني فهد العمري بيرفع رايته ويعلن عن وجود تسلل في اللقطة الماضية، تسلل وقرار سليم للمساعد الثاني فهد العمري. وكرة ديبا ألونجا، عمار لا زال يتابع، الكرة بتعدي لخارج الملعب، رمي تماس. هذا الدكتور خالد كمال كما ذكرت هو مدرب قطاع الناشئين بنادي التعاون. رمي التماس لنادي الرائد، كرة ملعوبة تصل لمارتينيز، بتعود مرة ثانية لنادي الرائد وإعادة الكرة للخلف الآن. كما ذكرت المباراة تهدى مع مرور الوقت، لكن هي قابلة للاشتعال في أي لحظة. عبد المجيد الرويلي بيسيطر عليها، بيلعبها أمامية، تغطية ممتازة، بتعود مرة ثانية للرائد في منتصف الملعب. يحيى المسلم بيعيدها. نقترب من الدقائق العشر الأخيرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر الرياضية السعودية. التعادل المستمر والكرة ملعوبة، راية فيها لمسة يد وفيها بطاقة صفراء ستظهر من قبل لمارتينيز، بطاقة صفراء مصحوبة بابتسامة. الرياض فيها الإخبار إن شاء الله تتبعها أمطار الخير. الآن في الشرقية ما شاء الله أمطار قوية جدا، وأمطار خير ورحمة بإذن الله وسقيا خير للبلاد والعباد. ضربة اللعب عالية وأمامية، ياخذها منصور لكن الكرة بتعدي لخارج الملعب. رمي التماس، هذا حسين النجم، حسين النجم. إذا التكافؤ مباراة النصري والقادسية للتعادل حتى الآن بدون أهداف. رمي التماس لنادي الرائد، استمرار نتيجتي التعادل هنا في القصيم والتعادل في الرياض ما بين النصر والقادسية. يهبط القادسية ويبقي بالتعاون ضمن دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي. كرة اللعب أمامية تتخلص وبتعود في منتصف الملعب. يحيى المسلم يخلصها، الكرة راسية من على ريشاني، نبيدة البخيت أمامية للعلياني، بتعود مرة ثانية الكرة على الطرف الأيمن. محاولة المرور من عبد المجيد لكن لم تتخلص. عادت الكرة لنادي الرائد من كتلة خطرة في راية تسلل
احتج على قرار فهد العمري اللي اصطاد في المره الاولى بقرار صحيح، وهنا على عريشاني الذي يظهر امامكم. شوف هذه الكره لما تخلصت ولحظه كشف التسلل ممكن يكون ما فيها تسلل. تاتي لقطه من مخرج هذا اللقاء يوفينا بكل اللقطات اللازمه. لحظه لمس الكره ولعب الكره وخروجها من اللاعب ممكن يكون الونجا ما كان متسلل. عموما رمي التماس لنادي الرائد، تكافؤ في الرياض والتكافؤ في القصيم، وهناك علوم تاتي. ايضا طرد سلطان المصلحي لاعب نادي القادسيه، وبالتالي القادسيه سيلعب ب10 لاعبين امام النصر في الرياض. اذا ب10 لاعبين القادسيه امام النصر، وهنا التعادل مستمر بدون اهداف عاليه واماميه. تتأزم ظروف القادسيه هناك والكعب يبعدها، لكن لم يوفق من خلال الكره الى ضربه ركنيه. صراحه ودنا الهدف. انا ودي مدرج التعاون، مدرج الرائد ايا كان، ما احب المدرج قاعد بهذه الطريقه، اجبروهم بهدفين بثلاثه. وبالتالي ودنا باهداف في المباراه كي نعيش حاله الفرح مع الجماهير. كره ملعوبه عاليه وعرضيه، الكره امام المرمى، لا زالت المحاوله قائمه لحسين النجعي، يحاول الكره تتخلص لخارج الملعب. ضربه ركنيه لنادي التعاون. هنا جمهور التعاون ومخرجنا معانا اول باول في كل اللقطات. ضربه ركنيه الان لنادي التعاون، كرة ملعوبة عالية خطرة أمام المرمى، المحاولة قائمة لكنها بتخلص بتعدي على ريشاني التغطية. وهناك خطأ في اللقطة الماضية، بمصلحة على ريشاني وضد أحمد الحضرمي البديل الوحيد حتى الآن في المباراة بداعي إصابة عصام الراقي. ريشاني والله يمكن العلة في المركز وفي المكان، لأن عصام الراقي لعب ارتكاز بالرقم 99 وتعرض للإصابة. الآن أيضا لاعب ارتكاز آخر وهو علاء الريشاني بالرقم 66 يتعرض للإصابة. يا سلام، هذا المدرج الريداوي، هذول قهوة القصيم وسكري القصيم. شفناه قبل شوي قلنا لكم قهوة بدون سكري ما تنفع، وسكري بدون قهوة أيضا ما ينفع. إذا لازم هم مع بعض، لازم ديربيهم يستمر. خطأ الآن لمصلحة نادي التعاون الحربي على تنفيذ. خطأ الآن عالية وأمامية بيحصلها حارس المرمى الحارس الخوجي. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، منتين حتى الآن واللتان ستحددان مسألة البقاء والهبوط في دوري هذا الموسم. حتى الآن لم تبح بالأسرار، وإن استمرت الأوضاع بهذه الطريقة الرائد أو عفوا التعاون والقادسية يهبط القادسية ويبقى التعاون. كرة اللعب كعبي بمشيها حلوة للرويلي على الطرف اليمين، عبد المجيد عبد المجيد عالية وعرضية، الكرة بتتخلص من ذياب مجرشي بتعود في منتصف الملعب الحربي اللي بمشيها ممتازة للبخيت الأردني. كرة ملعوبة الآن، بيحاول يمرر عبد السلام عامر، وهناك خطأ يحتسب وبطاقة صفراء تظهر لعبد السلام عامر. بطاقة صفراء من العماني ضد العماني. هذا العماني من سلطنة عمان، وللعماني الذي ينتمي لمدينة عمان الأردنية عاصمة الأردن. إذا من العماني ضد العماني في اللقطة الماضية. وهنا التعاونين يتفاعلون ويؤازرون ويعشمون النفس بلذة البقاء في الديربي. الرائد أمام فرصة
ايضا لبلوغ كاس الملك في حاله فوزه بين المباراه وامام الاتفاق في المباراه المؤجله. عموما الكره ملعوبه عاليه امامي، يا سلام يا حربي ويا سلام يا خوجلي، والكره الى ضربه ركنيه للرائد، ضربه ركنيه للتعاون، ابعدها حارس الرائد خوجلي الى ضربه ركنيه في كره عاليه وعرضيه كانت خطيره مباغته من اللاعب المباغت الحربي، لكنها عدت بعد تعلق لحارس المرمى الخوجلي في اللقطه الماضيه. ضربه ركنيه الان، ضربه ركنيه الان، نتابع ونشاهد لبخيت واللي راح يلعبها، كرة اللعب عالية وعرضية، الكرة داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، ضاعت محاولة في غاية الخطورة، يا سلام، كان ممكن أن تكون أجمل لقطات في البقاء، ولكن خوجلي يرفض، خوجلي يصمد، والراعد ما زال يتحداه، والسكري حلو في اللقطة الماضية، السكري في ظرف 20 ثانية كان ممكن يسجل داخل ال6 يارد وابعدها خوجلي، وفي دقيقة واحدة الخوجلي يبعد 3 كرات خطرة جدا على مرمى الراعد، وكاد سعود يا سعود أن يعلن البقاء في اللقطة الماضية بتسديدة رائعة جدا. شوف هذه الكرة الأولى اللي خلصها خوجلي، هذه الثانية اللي خلصها خوجلي، وشوف خيبري يا خيبري بيلعبها، الله 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 على لقطة رائعة للاثنين لخيبري باليسرى، وتصدي باليد اليمنى لحارس المرمى الخوجلي، يا سلام يا سلام، 0-0 لكن متعة، 0-0 لكن أداء، 0-0 لكن إثارة، 0-0 ما هي سلبية في المباراة حتى الآن. هذه الكرة اللي عدت إلى خارج الملعب، ضربة ركنية أبعدها خوجلي، محمد الخوجلي اللي خلصها، الحربي اختبر الخوجلي وخيبري اختبر الخوجلي، ولاعب التعاون شوط لحراس المرمى اثنيان هناك، الذي أبعد ركلة جزاء، والخوجلي هنا الذي تصدى، وسكر القصيم جمهوره يهتف، وقهوة القصيم ورائد التحدي جمهوره يهتف، والله عليه من شوف. أنا لو تسألوني كمعلق استمتعت، أساس المتعة قبل المباراة تكون بمنظر المدرج، ومنظره بهذه الطريقة رائع وجميل، وبعد ذلك شاهدنا الأداء في أرضية الملعب، وكان الأداء قوي وجميل ومثير، وبالتالي شوط أول جميل جدا. السراح ورفاقه والمطوع وأصحابه في مباراة اليوم، حتى الآن التعادل بدون أهداف يا دكتور، حتى الآن التعادل بدون أهداف يا دكتور. هذا الدكتور عمار بوجهه عربية، قام الخوجلي مشاحة معافى ولله الحمد، أداء كبير لمحمد الخوجلي، والتصدي رائع وجميل بأكثر من لقطة. الآن ضربة ركنية للتعاون لسكري القصيم، عالية وعرضية، المحاولة لا زالت قائمة بتعود لحسين النجعي، حسين بيحاول وتبقية موجودة، والضغط من أحمد الخير موجود، والكرة بتلعب لكن لم تتخلص من قبل لاعيبة الرائد اللي ضغط التعاون في الدقائق الأخيرة قبل نهاية الشوط. خيبري بيخلص، الكرة بتعود الآن لعلاري الشامي، لا الكرة لياسين حمزة في اللقطة الماضية، ومن خلالها خطأ لمصلحته. لاعب من التعاون بيسقط على أرضية الملعب، لاعب من التعاون بيسقط على أرضية الملعب، سلامات بإذن الله تعالى، مشافى معافى. وهذا ياسين حمزة اللي حصل على خطأ بقرار من السيد خليل جلال، وهو قرار مستحق. وهنا ما زلنا ننتظر ونتابع ونشاهد. الله يعين جمهور، بالذات جمهور التعاون وجمهور القادسية إلا إذا تعادل القادسية هناك وخسر التعاون هنا، إلى مباراة
وفي القصيم وفي بريك تعادلوا مرتين. عموما الرشاني يترك ارضيه الملعب، كره عاليه اماميه داخل منطقه الجزاء، ابعاد من يحيى المسلم، بتعود الكره الان بتتشتت. اختفى الرائد على الهجوم في اخر ربع ساعه لنهايه الشوط، بينما التعاون يقدم افضل دقائق له في اخر ربع ساعه من الشوط الاول. الكره الان بتصل لعبد الحكمي، حكمي بيمر، حكمي يتقدم امام مساحه للرؤيه والتمرير، كره لحكمي اللي بيلمها، ما زال يحتفظ بالكره، حكمي بيلعبها عاليه وعرضيه داخل منطقه الجزاء، لكن سعود خيبر بيخلصها لخارج الملعب رمي التماس. 3 دقائق وقت بدل ضايع، دقيقه متبقيه من الثلاثه التي احتسبها سيد خليل جلال في شوط مثير للغايه. كره للتعاون الان في منتصف الملعب، كره للبخيت، البخيت بيحاول يتقدم لكن الكره بتخلص من امامه، بتعود لنادي الرائد في منتصف الملعب. لحظات مثيره قبل نهايه شوط المباراه الاول، كره عاليه واماميه لالونجا، الونجا ضرب المرمى بيلعبها والكره الى خارج الملعب، ضربه مرمى كاد ان يفعلها الرائد عن طريق الونجا في كره من خلالها لونج بول لهذا اللاعب اللي انفرد الونجا، ولكن الونجا وين يا الونجا؟ الكره الى خارج الملعب، ضربه مرمى انفراد صريح في اللقطه الماضيه لكنها عدت الى خارج الملعب، ضربه مرمى. 0-0 في بريده و0-0 في الرياض، وتبقى الاحوال على ما هي عليه، هبوط القادسيه وبقاء التعاون، هذه كلها حسب النتائج الانيه الحاليه التي تاتي معا. شوف ان هذا المنظر يسر الناظرين. يا سلام، مباراة بلا جمهور ما لها معنى، ما لها قيمة، ما لها تأثير. كرة لخارج الملعب، وهنا صافرة السيد خليل جلال تعلن نهاية شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر الرياضية السعودية ديربي القصيم بين سكرها وقهوتها، تاريخا شاهدا وحاضرا يا دكتور على التتويج. من يتوج غدا ومن يهبط في هذا المساء. الجيزاني هداف الفريق بجهاز المشاركة، كرة اللعب من حسين النجعي إلى كرة بتعدي لخارج الملعب، ضربة مرمى، عدت الكرة الماضية إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. هذه كرة حسين، هدفين في حسين، هذه بعيدة وضعيفة وغير مؤثرة، والقحطاني عنده له حقنا يا غالي. السهلاوي يسجل للنصر في مرمى القادسية، والآن قد يصل الخبر لمدرجات التعاون وقد تنتفض فجأة لتقدم النصر، وفعلا الآن تحدث الضجة في مدرجات بريدة لأن النصر يتقدم بهدف مقابل لا شيء. معنى ذلك حتى لو خسر التعاون يبقى سامعين قبل ما توصلهم وصلت للنتيجة، وبالتالي التعاون الآن يلعب حتى بفرصة الخسارة في مباراة اليوم من أجل البقاء لموسم ثالث على التوالي. المبيدة الكرة لخارج الملعب، رمي التماس، إذا محمد السهلاوي يسجل هدف في مرمى فريقه السابق، ومدرجات التعاون الآن تستبشر خيرا بذلك الهدف. معناته التعاون يقترب أكثر. حسين الكرة العلياني بيلعبها بكعبة لكنها أقرب لخوجل. الدور الأول لم تسجل أهداف إلا في آخر ربع ساعة. خطأ لمصلحة الرائد في منتصف الملعب. هذا الخير، وهذه الكرة إلى الكعب الآن. إذن القادسية في طريقة للهبوط للمرة الرابعة في تاريخها. سبحان الله، مباراة مع النصر اليوم هي أول مباراة في الدوري الأول في الدوري السعودي موسم 76-77. يومها كان عند القادساوية لاعب اسمه محمد عيد الرايلي اللي توج هدافا للدوري السعودي في أول موسم ب 12 هدف. اليوم ما عاد عندهم محمد عيد. اليوم القادساوية يقتربون كثيرا، حدثت معجزة وهم 10 لاعبين أمام النصر وفي الرياض. والتعاون
رغم أن الرئيس يقول الظروف تكالبت على الفريق بالمباراة، إلا أن المبشرات تأتي الآن. وأعتقد لو تأتي اللقطة عليه راح تشوفون الآن في أريحية كبيرة للسراح. رامي تماس، أنا أتحدث الآن حسب النتائج الحالية. سبحان مغير الأحوال وسبحان من له دوام الحال. قد تتغير الأمور من البنش الاحتياطي لنادي التعاون. هذا الدكتور فرصة للظهور ضمن صفوة المدربين في الدوري السعودي، اللي عادة ما يقدم المدربين لكافة أنحاء الخليج. يتواجد في دوري قوي، دوري له سمعة، دوري له جماهيرية، له إعلام كبير. والكرة لألونجا، ألونجا يلمها يحاول يمر، ألونجا لا زال يحتفظ بالكرة لنادي الرائد، كرة بمكان سليم على الجانب الآخر. تعود الكرة من الحضرمي لمدخلي إلى حكمي إلى الخير إلى الرائد أمامية، لكن سهلة تماما دفاع نادي الرائد وخلص. لا مجرش بديدة يعود ويتحصل على الكرة ويمررها الكرة للبخيت. ملعوبة الآن من سعود خيبري أمامية لحسين النجعي، الكرة بتخلص خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس، كرة ملعوبة حسين يسيطر عليها. كرة ملعوبة حلوة للبخيت، يقترب يتقدم بيحاول الكرة تتخلص من قبل مدافعي الرائد. بتعود في منتصف الملعب لعبد المجيد، عبد الله الرويلي يسيطر عليها. الرويلي يحاول يمر، الكرة تتخلص وإلى خارج الملعب. رمي التماس، رمي التماس، ترقب وانتظار، إثارة في يوم الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى في الدوري السعودي. حتى الآن القادسية يهبط والتعاون يبقى بناء على نتيجتي اللقاء. النصر يتقدم على القادسية هناك بهدف، وأذكر بأن القادسية يلعب منذ الدقيقة 35 في تلك المباراة وهو منقوص العدد، بينما التعاون هنا يتعادل. وحتى وإن خسر في حال استمرار خسارة القادسية، التعاون يبقى الموسم الثالث على التوالي لأول مرة في تاريخه ضمن أندية الصف. لاعب التعاونين تصوير راح يكونوا واصلين الليلة في حالة بقائهم، يروحون المطعم الجديد اللي فتحوه في القصير وفي بريدة تحديدا، ما نقول اسم المطعم عشان الدعاية، ياخذون لهم وجبات وامورهم بالسليم. الكرة خارج الملعب، وهذا ياسين البخيت عرض الإصابة، لاعب الحقيقة مميز يقدم أداء طيب. عموما المنتخب الأردني متواجد ضمن المنتخبات التي تصل للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم. العراق، قطر، عمان، هذه المنتخبات العربية الموجودة في الدور القادم. ودعت السعودية، ودعت الإمارات، ودعت الكويت، ودعت كل منتخبات الخليج، تبقت الحسبة على قطر وعمان والأردن والعراق. لكن التوفيق لهم بإذن الله. كرة ملعوبة، هذا تصدي اتجاه حسين النجعي، حسين يحاول يسيطر عليها، يلعبها عرضية، يلعبها عرضية، الكرة في مكان سليم للبخيت. التعاون، الكرة والمحاولة قائمة للتعاون. البخيت يلعبها والكرة بتعدي لخارج الملعب على طريقة ويجن على مانشستر. أول أمس حاول يركنها بهذه الطريقة، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى. شايف كرة البخيت، هنا احتفالات التعاونين حتى الآن ببقائهم. كرة أمامية في مكان سليم، تتسدد من مارتينيز، لكن الكرة بتعدي إلى خارج الملعب. عدت الكرة إلى خارج الملعب.
باكر مباراة الأهلاوية والشبابية في ختام الدوري في موقع حاسم. الاتحاد السعودي وهيئة رابطة المحترفين ذهبت 7 سيارات إسعاف. يا ساتر، 7 سيارات إسعاف. الله يحفظهم إن شاء الله. لا نحتاج لأي سيارة إن شاء الله. تكون الأجواء تبدأ بروح رياضية وتنتهي بروح رياضية. في النهاية البطل واحد، وتهدئة الأجواء مطلوبة للجمهور مشحون. وإما للأهلي بعد غياب 27 سنة، وإما للشباب بعد غياب 7 سنوات، وبالتالي البطولة ستذهب للفريق الذي سيجيد التعامل مع مباراة الغد. كرة ملعوبة، الرويلي بيحاول تتخلص بتعود التعاون في منتصف الملعب. نقل الكرة من بعيدة إلى أبرز لاعبي التعاون لبخيت مع الحلبي في الشوط الأول. سعود خيبري استهتر بالكرة، خلصت من أمامه. كرة ملعوبة الآن لمارتينيز بيحاول يمشي، لكن خيبري بيصحح الخطأ ويعيد الكرة لنادي التعاون. الكرة في منتصف الملعب، تمرير خاطئ وقراءة غير سليمة من عبد حكمي، والكرة أمامية باتجاه العلياني، لكن الكرة أقرب لخوجلي حارس المرمى. دقائق هادئة للشوط الثاني. ديربي القصمان هادي في الشوط الثاني. كرة ملعوبة، عبد المجيد بيجرب وبيسدد، ولكن الكرة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. عدت الكرة الماضية. شايف هذه الكرة ما أعتقد فيها لمسة يد، وغانم القحطاني عنده علوم. الآن النصر يسجل الثاني في مرمى التعاون. النصر يسجل الثاني في مرمى القادسية، وبنسبة لا تقل 90%. التعاون يبقى ضمن مصاف الكبار. راح تسمعون الجمهور يولع بعد شوي لما توصل النتيجة. إذا النصر 2، القادسية لا شيء، والقادسية إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، والتعاون يبقى بصفة شبه رسمية إلى دوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه. كرة ملعوبة لنادي الرائد، عالية وأمامية باتجاه ألانجا. الكرة تتخلص أمام المرمى لمارتينيز، لكن هناك خطأ. خلاص هناك يا محمد مريبط يا مخرجنا على مدرج التعاون إنهم يعلنون الاحتفال والبقاء والأوليه. والسكري يبقى، وبنو قادس إلى دوري الدرجة الأولى بعد هدف النصر الثاني. التعاون وجمهوره يحتفلون الآن بالبقاء ضمن أندية دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي. إن انتهت الأمور بهذه الطريقة راح نقول هابط القادسية، وألف مبروك لنادي التعاون البقاء. والمدرجات التعاونية تشتعل الآن. لكن هذه حسبة الهبوط، لكن يا ديربي عاد ولع مثل الشوط الأول. يا ديربي متعنا مثل الشوط الأول. نبغي أهداف، نبغي متعة، نبغي ندية، هدوء كبير جدا في أول ربع ساعة للشوط الثاني. بينما هناك النصر يقلص حظوظ القادسية اللي يحتاج ب10 لاعبين أن يسجل على الأقل هدفين وأن يخسر التعاون هنا، وبالتالي الحسبة معقدة جدا على القادسية وقريبة المنال للتعاون. السكري باقي، وسنة أخرى للتعاون ضمن أندية المحترفين، وللمرة الأولى في تاريخه يلعب ثالث موسم على التوالي. ثالث موسم راح يكون على التوالي. والقادسية اللي هبط في موسم 96 97 للمرة الأولى، وهبط في عام 2002، وهبط في عام 2008. وكرة حسين اللي بيحاول، والكرة تتخلص من قبل لاعبي الاتفاق. وين الاتفاق؟ عند الرائد اللي تتبقى له مباراة أمام الاتفاق من أجل الوصول لكأس خادم الحرمين الأبطال. يقولون من فوائد السكر انه يهدي الاعصاب
الخيبري ايضا. راح نتكلم عن فؤاد السكري بعد ما نشوف مارتينيز بيحاول الكره تخلص من امامه. سعود خيبري بيخلصها ياب. يقول لك ايضا من فوائد سبحان الله تمر السكري انه يشيع البسمه والسعاده والصفاء، وهذا ما يحدث فعلا في المدرجات. هذا ما يحدث فعلا في مدرجاتهم، بهجه وسرور من اجل البقاء، مرتبطين بنتيجتهم ونتيجه القادسيه. والكره تلعب الان تخلص بتعود للرائد، الكره في مكان سليم، الرائد يحاول الكعبي يلعبها لمارتينيز، يلعبها عرضيه في مكان سليم، ولكن كتاب مجلس يخلصها من سعود خيبري يلعبها عاليه واماميه وللرائد مره ثانيه. ومدرجات التعاون في اجمل حالاتها متزامنه مع هدفي النصر في مرمى القادسيه، ومنتشيه بفريقها المتعادل حتى الان، والباقي والكره اماميه. الله! هدف بيضاوي من مدخل اللي دخلها بشكل رائع. الله عليك يا مدخلي كيف دخلت! الله عليك يا مدخلي كيف دخلت في مرمى السريان بعيد المدى، بهذا بعيد المدى لقهوة القصيم، لفنجان القصيم، للزفير القصيم الذي يتقدم الآن بهدف رائع من مدخلي. كيف دخلتها يا مدخلي؟ وكيف دخلت كرة المدخلي يا سريان من بعيد يسجل في مرمى السريان هدف يتحمل السريان وتعلن عن فرحة البيضاوية اللي يريدون الليلة نتيجة تاريخية، لأن الفوز في هذه المباراة سيكون لأول مرة في دوري المحترفين. الرائد يفوز ذهابا وإيابا، وأي منهما يفوز لأول مرة ذهابا وإيابا. ومدخلي كيف دخلت يا مدخلي! هدف الآن الرائد يعلن عن فرحة جمهور الرائد بهدف الآن مقابل لا شيء. وصل 3-0 إذا يبدو للنصر، وخلاص نتفيج الآن للديربي، نبقى مع الديربي. الرائد يسجل لأول مرة في تاريخ مواجهاتهم بأن فريق يفوز على آخر ذهابا وإيابا، لأن أول موسم فاز التعاون 5-1 وتعادلوا 0-0، والموسم الماضي فاز التعاون بهدف وتعادلوا 0-0، ولكن هذا الموسم الرائد فاز ذهابا بهدف مقابل لا شيء، والآن يتفوق إيابا بهدف. شوف الدور الأول هدفين مقابل لا شيء، والدور الثاني حتى الآن هدف، وبالتالي لأول مرة تحدث في ديربيات القصيم، في ديربي القصيم، أن يتفوق فريق ذهابا وإيابا. كرة ملعوبة لمبيدة، مبيدة إلى أين؟ مبيدة بيتقدم، والكرة بتتخلص، بتعود لمنتصف الملعب، نقل الكرة للبديل ناصر البيشي ينقلها لياسين حمزة على الطرف الأيمن لنادي التعاون، وحاولت مرور الكرة لخارج الملعب رامي التماس. إذا بالتالي حتى الرائد بهذه النتيجة راح يقترب كثيرا، وتكون حظوظ الإيدة في حالة فوز على الاتفاق يوم 18 من إبريل. إذا فاز على الاتفاق يصل رسميا للدور القادم، وهي بطولة كأس خادم الحرمين للأبطال. وعاد أهل القصيم الليلة جت الأمور على هواء، جمهور الرائد يقول لك أروح لكأس خادم الحرمين للأبطال، والتعاون يقول لك ما أهبط. والليلة القصيم ليلها عليل في هذا المساء. الأمور هادية راح تكون، البيضاوية مبسوطين والعلياني والتعاونيين مبسوطين، وبالتالي بدك يا مهنا على ما تتمنى. ضربت اللعب للتعاون الذي لا يريد أن يخسر المباراة. كرة من السعود عالية عرضية داخل منطقة الجزاء من اللاعب اللي شارك بالنسبة لنادي التعاون لم يشارك تبديل، لكن ربما راح نتابع ونشاهد. ضربت اللعب، محاولة المرور من مبيدة،
أمامية لنادي الرائد. حصلها حضرمي لألونجا لعبد المجيد، لكن هدف جميل جدا من مدخلي. الكرة للخير، يجرب يصدق لكن حصلها ثنيان، حصلها ثنيان عالية وأمامية. يعلم أن النصر تربطها علاقة مميزة بالقادسية. نعم هناك علاقة مميزة، لكن ما في تلاعب ولا في تهاون، والنصر يرد على الكل لأن اسمه كبير ولا يمكن مهما أثر عليه الزمان وأبعد عن البطولات إلا أنه يبقى يحترم كيانه واسمه. هو يتفوق على الرائد هنا، يتفوق على القادسية هناك بثلاث أهداف مقابل لا شيء، ويتفوق هنا الرائد على التعاون بهدف مقابل لا شيء. وبالتالي اللي يبغي يخدم نفسه بنفسه، والنزاهة والنظافة حاضرة ولا وجود للتلاعب. الجيزاني الآن يشارك مكان ألونجا، وكرة للرائد أو ألونجا موجود. الكرة اللعب لألونجا الآن، محاولة قائمة تمرير تتخلص. هناك خطأ لمصلحة ناصر البيشي، لمصلحة البيشي. هذا أمامكم البيشي البديل الذي يشارك ممكن على أريشان. كرة ملعوبة، هذا هو بيشي البديل المشارك بين شوطي هذا اللقاء. و 3-1. إذا القادسية يبدو يسجل في مرمى النصر الآن. القادسية يسجل في مرمى النصر الآن. هدف يجعل الإثارة تتواصل. كرة مرعوبة للرائد لوليد الجيزاني هداف الفريق ب7 أهداف. وليد وصاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب يلعبها، لكن الكرة بعيدة بتعدي إلى خارج الملعب. ضربة مرمى، ضربة مرمى. كرة ملعوبة حسين النجعي على الطرف الأيمن للاعب ياسين حمزة. كرة بتتخلص وبتعود للرائد في منتصف الملعب. دوري زين لم يبح بكل الأسرار بعد، واليوم نعرف من سيهبط، وغدا جميعا سنتوج البطل والخيبري بيخلصها. ضربة اللعب تتسدد بعيدة إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. النصر 3-1 يتقدم على القادسية. لو سجل هدفين وتكون فاصل، لكن على تحديد تلك المعجزة الفريق يلعب ب10 لاعبين. كرة اللعب عالية وأمامية. تصادم قوي في اللقطة الماضية. سلامات إن شاء الله. مناوشات جميلة الحقيقة بين جمهور الفريقين. المهم أن لا تخرج عن إطار الروح الرياضية والألفاظ المقبولة، وهذا عشمنا بكل الجماهير بإذن الله. وجمهور الرائد الآن هو متقدم بهدف، لكن الأهم عند التعاونين هو البقاء. آخر 20 دقيقة مشاهدينا متابعينا مستمعين في كل مكان. الرائد متقدم بهدف مقابل لا شيء، ومعنى ذلك الاقتراب من بطولة كأس خادم الحرمين للأبطال وخطف المركز الثاني، وتبقى أمور بيده. والكرة الماضية خطرة كانت لكنها تخلصت. عادت التعاون في منتصف الملعب، لا توجد ردة فعل من التعاون بعد ما تسجل هدف في مرمى مارتينيز. خطفها من أمام الحربي، قد تكون خطرة لكنها طالت وعدت مرة ثانية بتعود. كرة للبخيت في منتصف الملعب. البخيت يتقدم اللاعب الأردني بيمشيها لمصلحة نادي التعاون الآن على الطرف الأيمن. محاولة قائمة، كرة اللعب عالية وعرضية لكنها بعيدة. الكرة لخارج الملعب. ضربة مرمى، لكنها عدت. ضربة مرمى. نعم، ضربة مرمى.
18 دقيقة على نهاية المباراة، وهو أحد الهدافين الثلاثة لفريق نادي التعاون ب4 أهداف، إضافة إلى ميلي طبعا. كرة اللعب، البيشي يكسب خطأ، التبديل راح يتم الآن، إخراج اللاعب نبيقة ودخول صلاح الدين عقال اللاعب المغربي الذي سبق اللعب للاتفاق، لاعب من اللاعبين المهاريين المميزين. هذه كرة أمامية لكنها تتخلص بتعدي مدخلي، كرة ملعوبة عبد المجيد الرويلي، الآن يلعب بمهاجمين، مدرب الرائد، كرة عالية أمامية باتجاه الجزاني، ولكن اثنيان بيسيطر عليها. نقل الكرة على الطرف الأيمن لنادي التعاون، كرة ملعوبة لصلاح الدين لكن تتخلص من أمامه، كرة بتعود تتخلص إلى خارج الملعب. يبدو بندر القرني هو اللي يشارك الآن مكان علي العلياني المهاجم. لعبة الكرة للحربي، اختفى أحمد في الشوط الثاني، بتعود له مرة ثانية، حاول يمشيها لكنها بتتخلص، بتعود لأحمد الخير في منتصف الملعب. الرائد يريد أن يكون الأول في ديربي القصيم بين الكبار اللي يفوز ذهاب وإياب. التعاون في الأربع مواجهات اللي قبل هذا الموسم كان كل مرة يفوز مرة ويتعادل. الرائد هذا الموسم يفوز ذهاب وإياب حتى الآن، وبالتالي تحدث لأول مرة في مواجهات الفريقين في دوري النخبة ودوري الكبار. خلوا في الدرجة الأولى سالفة ثانية، لكن نتكلم على دوري المحترفين، دوري الممتاز، مصاف الكبار، تحدث لأول مرة، وبالتالي تتعدل الكفة التاريخية لتكون فوزين لكل فريق وتعادلين، وتبقى الأفضلية التهديفية لمصلحة التعاون. باعتبار أنه مسجل 6 أهداف مقابل 4 الآن بهدف الرائد. حربي خلص من أمامه، آخر ربع ساعة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. كرة ملعوبة لمارتينيز في مكان سليم لنادي الرائد. مارتينيز بيلعبها عرضية أمام المرمى، ولكن ألونجا والكرة ما زالت قائمة الآن، بتصطدم بحكمي والكرة إلى ضربة مرمى. الكرة إلى ضربة مرمى. في ليلة البقاء يبقى التعاون حتى الآن، ويغادر القادسية، وغدا ليلة التتويج وتحديد المراكز الثلاث الأولى. نعم، تحديد المراكز الثلاث الأولى، لأن الشباب يتعادل يفوز بطل، يخسر أمام الأهلي يكون في المركز الثاني. الأهلي بنفس الطريقة ممكن يكون أول وثاني وثالث. كرة ملعوبة الآن، يحيى المسلم يخلصها، الأهلي يفوز بطل، يتعادل ثاني، يخسر ممكن يكون ثالث في حالة فوز الهلال. وبالتالي المراكز الثلاث الأولى وتتويجها مساء الغد في جدة ما راح تتحدد إلا بنتائج الغد. تطير الكاميرات من القصيم والرياض الليلة إلى أم المباريات غدا في حسم الدوري السعودي في لقاء الأهلي والشباب. بانت ملامح الهبوط إلى حد كبير. ألونجا يترك أرضية الملعب، ومشاركة بندر القرني الآن يشارك. بندر القرني الآن يشارك من قبل فريق نادي الرائد. عماد حنجوري اللي شارك من قبل نادي التعاون مكان علي العلياني، هذا التبديل ما شفناه في الوقت. كرة اللعب من الكعبي أمامية، تغطية موجودة، مارتينيز لكن بيخلصها بشكل ممتاز. محمد أمان
الملعب. نقل الكرة الآن لحسين نجعي، بيحاول خطأ لمصلحته ولصالح نادي التعاون. خطأ للتعاون اللي عليه أن يعمل بشكل أفضل في المرحلة القادمة، في المرحلة يستخدم من خلالها مدرب يكون الاستقرار الفني موجود، يستخدم أجانب على مستوى جيد، عن يتدارك الأخطاء اللي حدثت له هذا الموسم. الحربي على تنفيذ الخطأ من مسافة بعيدة، هل يسجل مثل مدخلي من مسافة بعيدة؟ راح نتابع ونشاهد. كرة اللعب ولكن إذا خارج الملعب ضربة مرمى. شايف تسديدة أحمد الحربي عدت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. ما زال النصر على القادسية بنتيجة 3-1، والرائد على التعاون بهدف مقابل لا شيء، وبالتالي يهبط القادسية ويبقى التعاون. ضربة اللعب من ذياب مجرى الشيء أمامية، تخلص وتعود للرائد في منتصف الملعب لمارتينيز اللي بيحاول يحصلها، حصلها مع سعود خيبر. مارتينيز تقدم، يا سلام، لا زال يحتوي بالكرة، لا زال يضرب الجماهير، ولكن سعود خيبر بيخلصها إلى خارج الملعب. هي ضربة ركنية، ضربة ركنية. ضربة اللعب من مارتينيز داخل منطقة الجزاء، المحاولة قائمة من الحضرمي بيمشيها، الكرة بتصل من بندر إلى يحيى اللي بيلعبها، والكرة إلى خارج الملعب. هي رمي تماس نادي الرائد، رمي التماس، رمي التماس لصالح نادي الرائد في الدقائق العشر الأخيرة. يوم تبات فيه القصيم بأطيافها الصفراء للتعاون والحمراء للرائد بهدوء تام. الريداوية سعداء لفوز فريقهم، والتعاونين سعداء لبقاء فريقهم، وبالتالي القصيم الليلة هدوء هدوء. كرة اللعب عالية، عرضية للجزاري لكنها بتتخلص، بتعود مرة ثانية. هناك خطأ لمصلحة الرائد، خطأ لمصلحة الرائد. سلامات إن شاء الله، دام السلامة. خطأ على حنتول ولصالح الرائد، وهذا الثنيان في مرماه. هذا من مسافة بعيدة لحارس متمكن مثل فهد الثنيان، أكيد تحسب عليه، أكيد تحسب عليه. خطأ الآن للرائد. كرة اللعب في المرمى بتعدي، إذن القادسية يشعل الموقف هناك ويسجل الثاني. 3-2 والإثارة تحتدم. إذا ريان بلال يسجل في مرمى فريقه السابق ويشعل مباراة النصر والقادسية هناك. بدأت الأمور تكون ليست على مستوى التعاونيين الآن، على ما يتمنون التعاونيين للقادسية لو يسجل التعادل واستمرار خسارة التعاون هنا معناتها مباراة فاصلة ذهاب وإياب، وبالتالي 9 دقائق مثيرة مشاهدينا الكرام ستتلاعب بأعصاب الجماهير التعاونية والقدساوية تحديدا. شايف جمهور الرائد الآن هو اللي سعيد بهدف القادسية الثاني. الكرة بتعدي لخارج الملعب، ضربة مرمى النصر والقادسية. أعيد وأكرر،
بأن القادسية يسجل الهدف الثاني الآن عن طريق ريان بلال في الدقائق العشر الأخيرة من تلك المباراة. القادسية في رصيد 18 نقطة والتعاون 19 نقطة، وبالتالي في حالة تعادل التعاون خسارة التعاون وتعادل القادسية يصبح رصيد الفريقين 19 نقطة. وهذه كرة ملعوبة لنادي الرائد في مكان خطير، المحاولة قائمة لكنها تتخلص وتصل محمد أمان. يعني كل منهم 19 نقطة، وبالتالي تكون مباراة فاصلة بينهم. هل يفعلها القادسية هناك أم يفعلها التعاون هنا؟ سنتابع ونشاهد ما الذي سيحدث. إنها كرة القدم وإثارتها وتلاعبها بالأعصاب. وأحيط بكم علما بأن لائحة الدوري السعودي تتحدث عن التالي: مسألة حسم البطولة في حالة تعادل فريقين. حسم البطولة، ركز، حسم البطولة في حالة تعادل فريقين بنقاط تعود إلى المواجهات المباشرة بينهم لحسم اللقب. لكن من المركز الثاني إلى المركز الثاني عشر حسم المراكز في حالة التعادل بالنقاط يكون من خلال فارق الأهداف. أما في مسألة الهبوط ففي حالة تعادل الفريقين بالنقاط يلجأ الفريقين للعب مباراة فاصلة، وبناء عليه وجب التنويه وتفسير اللائحة للكل. معنى ذلك أن نبقى بترقب كبير لختام مباراتي اليوم تحديدا المتصلتين اتصال مباشر في مسألة الهبوط. كرة اللعب أمامية، عنتول بيحاول يكسب من خلال رمي التماس. هذا الدكتور يا دكتور كانت الأمور في المتناول. 3-0 كان النصر القادسية، الآن 3-2، وبالتالي ممكن أن يسجل القادسية التعادل. كرة إلى خارج الملعب، رمي التماس أو خطأ يحتسب لنادي التعاون. كرة اللعب حربي أمام المرمى، والكرة تتخلص إلى ما زالت في أرضية الملعب، تبعد الآن من مدخل. الكرة كانت مباغتة من التعاون. الكرة لخارج الملعب، رمي التماس. هو يكون هبوط التعاون للمرة الثالثة في تاريخه، أم أن القادسية يهبط للمرة الرابعة في تاريخه؟ خلاص الحسبة بينهم والدقائق الخمس الأخيرة بينهم، ونعيش الترقب والانتظار. كرة ملعوبة ما زالت قائمة لنادي التعاون الآن في مكان سليم. الكرة لكنها تتخلص، وصخب كبير في المدرجات ما بين مدرج هذا ومدرج ذاك، وكل يغني على ليلى. جمهور الرائد الآن يبغي يردد ويقول هبط، وحتى الآن هي ما هي في المتناول أبدا. كرة للتعاون في مكان سليم، تقدم الأردني، المحاولة قائمة أمام المرمى. الله يا ياسين البخيت، كانت تحتاج إلى البخت وإلى الحظ، وكانت أن تنفجر مدرجات التعاون بفرحة البقاء الرسمي. شوف هذه الكرة، ويا حسين بتعمل ايه يا حسين؟ الكرة بتعدي ولم يسجل التعاون من خلال اللقطة الماضية. يا لها من إثارة وباللحظات جنونية في كرة القدم نعيش معها ثانية لحظة بلحظة، لا ما هي زنقة بزنقة، لا لحظة بلحظة وثانية بثانية ومتعة بمتعة. هذه كرة القدم، كرة اللعب بتعود للثنيان. 4 دقائق مشاهدينا الكرام هنا، و4 دقائق هناك في الرياض، ومتواصلين بالنتائج أول بأول. نعيش أفراحها وأتراحها، دموع الفرح ودموع الحزن، وإلى ما ستعود إليه الأمور. إلى ما كرة اللعب بتعود في مكان إلى البيشي، بيلعبها أمامية داخل منطقة الجزاء. صلاح الدين عقال بيحاول يخطفها، الإبعاد من عبد السلام عامر إلى خارج الملعب، رمي التماس. الدقائق الأخيرة، كرة اللعب، كل رابطة تغني أو كل رابطة تشجع، وكل يغني على ليلى.
البقاء وليل القادسية يا السراح ما ودهم يسمع. الله يعين، الله يعين. ترى خارج الملعب السراح يتابع نتيجة النصر والقادسية أول بأول، والمطوع يتابع ورايد وقادم ما عنده مشكلة وفريقه فايز. الجاهل ما يهمه التعاون يبقى ولا ما يبقى، هذا شأن خاص بنادي التعاون. المهم نفوز عند المباراة. كرة ملعوبة لمدخلي، الكرة من خلال الخطأ للرائد، و3-3 حسب النتائج اللي توصل انها 3-3 ام انها اشاعة تسربت. يا الله، ما الذي يحدث في المدرجات؟ ما الذي يحدث في المدرجات؟ هل القادسية تعادل؟ إشاعة، إذن إشاعة تسربت هنا، والكرة بتعدي. جمهور الرائد جتها إشاعة يا جمهور الرائد. لا زال النصر متقدم 3-2. واحد لعب فيهم كلهم، قال لهم 3-3، ما هي 3-3. هذاك اللي كان ماسك التليفون عيدها يا مريض، هو اللي نشر الإشاعة، هو اللي هذا هو صيدوه في كل البرامج حطوه، هذا المتسبب بالإشاعة. 3-3 لا، ما هي 3-3. هذا هو سبب اشتعال المدرجات، وهو اللي سرب وقال ان هناك النصر والقادسية 3-3 مع انه 3-2 لا زالت لمصلحة النصر. وبعد يواهم الله يتمناها، شكله يحب التعاون برا. كرة تلعب هذه الأمامية، تبقيت بيحاول وبتعدي، ستكون لقطة منشد للصعد. هون ريان موجود بعد، عابر ملك الفلاشات والليلة ما أول بأول والثواني أول بأول. والسراح الله يعينك يا بس مهندس، شايف هذا والله برافو على مخرجنا محمد بن، شكل هذا اللي جاب النتيجة. شغالين الموبايلات والله الليلة فواتير في شركات الاتصالات. كرة متعددة خارج الملعب، إنها اللحظات الحاسمة مشاهدينا متابعينا في كل مكان. لحظات الإثارة في الدوري السعودي من أجل البقاء أو الهبوط، وغدا يوم البطولة، والليلة ليلة الهبوط. والكرة للتعاون أمام المرمى، لكنها تتخلص. كرة بتعود مرة ثانية للجيزاني، ما زال الرائد متقدم هنا والنصر متقدم هناك، والفارق هدف والخير بيلعبها للحضرمي. الحضرمي راح بيحاول، التغطية موجودة من ياسين حمزة. انتهى أو سينتهي الوقت الأصلي الآن، اقتربنا من لحظات الحقيقة وثواني الحقيقة من عمر المباراة. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك 3 دقائق وقت محتسب بدل ضايع، والكرة بتتخلص. أمامية لمارتينيز، ما بيتسلل مارتينيز بيلعبها، بيتقدم بمررها حضرمي، كرة في المرمى. الله والتعاون يتهرب الآن بالخسارة، ومبندر ورفاقه وعن طريق بندر الآن يتقدمون بهدف ثاني.
راح نبقى